اللي هو أنا بدأت إن أنا خلاص أصمم ووقفت على حاجة واحدة. الحاجة دي هي إن أنا مش لاقية ايكونز أو الايكونز بتاعتنا. أنا مش قادر إن أنا ألاقي حاجة لايقة على التصميم بتاعي، وكمان مش حاجة flexibility. فازاي إن أنا ألاقي ايكونز بشكل فور فري وكمان الباك جراوند بتاعتها متشالة؟ يلا بينا. عندنا هو فري باك، فهنيجي هنا على جوجل وهنكتب فري باك. تري بيك ديت هي يعني ويب سايت كبيرة جدا جدا، تقدر ان انت تلاقي فيها كذا حاجة انت محتاجها. طيب في عندنا هنا شوية اختيارات، فأنا من هنا لو أنا محتاج فوتوز أختار الفوتوز، بس أنا دلوقتي محتاج أيكونز. تمام، فهتك على أيكونز وأبدأ إن أنا أكتب أي أيكون أنا عايزاها. مثلا محتاجة إن أنا أيكون بتاع البول. تمام، تبدأ تطلع عليه كمية أشياء كتيرة جدا جدا، ايكونز كبيرة قوي وكتيرة. وبما إنك أنت مش حددتي صورة معينة فهتجيب لك صور كتير جدا. وليكن مثلا هي دي اللي أنا محتاجاها واللي أنا عايزاها، فأبدأ إن هنا أعمل داونلود بي إن جي. تمام، كبي إن جي. أنا كده دلوقتي نزلتها. الموقع اللي هنا ده أول ما يعني خلاص أنت تمام، أنت نزلتيها هنا وهتوديها على طول على أدوبي مثلا فوتوشوب إليستريتور إنديزاين او فيجما او كانفا كمان. تمام، هتنزليها عندك هتنزل من غير خلفيه. حلو. الموقع اللي هنا ده بيتيح لك في اليوم ولا 24 ساعه، بيتيح لك 10 بي ان جي او 10 ايكونز او 10 حاجات تعملي لها داونلود من الموقع فور فري لمده 24 ساعه. ده كده بالنسبه لاول موقع معانا. الموقع التاني اللي معانا هو كلين بي ان جي. كلين بي ان جي. الموقع ده برضه هينزل لك اي صوره انت عايزاها، اي ايفون انت عايزاه من غير باك جراوند. تمام، وليكن مثلا انا عايز الشوربه اللي هنا دي. تمام، فاللي انا هعمله ان انا هعمل فري بي ان جي بالمنظر. بس هي كده بالظبط نزلت عندنا، ومن تحت بقى بتلاقي ايه حاجات اكتر، بما انك انت اخترتي سوب فهيوري لك صور اكتر للسوب وكده. تمام، دي برضو الموقع الصراحة اللي هنا هو موقع حلو قوي. لكن هو برضو ليميتد لفترة معينة، وتلاقي حاجات برضو معمول عليها علامة التاج، فاللي هي اللازمة اللي بينزلها هو فقط البريميوم. في موقع تاني اسمه هاي كليب ارت. هاي كليب ارت، الموقع ده برضو حلو قوي قوي، بس المشكلة عنده ان هو لو ما اديتلوش الحاجة بالظبط مش هيفهمها. تمام، فاحنا مثلا دلوقتي هنعمل بالون، فادت لك اشكال كتيره جدا جدا للبالونز. طول ما الباك جراوند مربعات كده، فانت بتنزلي الصور بدل هي المربعات اللي ورا دي، فانت بتنزلي الصور بالباك جراوند بتاعتها مش موجوده، ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا. طيب فلات ايكون. وانت من هنا كده بتبداي ان انت تختاري هل انت عايزه ايكونز ولا ستيكرز ولا انيميتد ايكونز ولا ايه بالظبط. فبتبداي ان انت تختاري اللي انت عايزاه. تمام، هتنزلي تحت شويه كده، والموقع ده كبير قوي، فانت ممكن تلاقي حاجات كتيره ما كانتش في دماغك اصلا، ما كنتش متخيله انت ممكن تستعمليها، فهتبداي ان انت تستعمليها لان انت لقيتيها هنا فور فري. هنا برضو الموضوع ليميتد شويه، وبتنزلي مش عارفه قد ايه في اليوم، بس هي انت بتنزلي كام ايكون في اليوم وخلاص. تمام، فلو اتكينا من فوق هنا ولقينا ايكون هتلاقيه كمية ايكونز قدامك كتيرة جدا جدا، وبجد شكلها حلو قوي قوي قوي، وهتفيدك في اي تصميم انت عايزاه. لو محتاجة ان انت تعرفي اكتر من كده في عالم الديزاين فانا معاكي، وهتلاقيني منزلة كل فترة كده راوند علشان نتعلم الديزاين مع بعض. الراوند دي يعني نعتبر ان احنا نقول هي فور فري، لان بنزل عليها خصومات كبيرة جدا جدا. اخر خصم كان 88%. فانت لو انت محتاجة ان انت تدخلي معانا عالم الديزاين وتبدأي ان انت تشتغلي في تكوني جرافيك ديزاينر، فيلا بينا. انا شيماء ايمن. اكتبي لي تحت في الكومنت او اكتبي لي تحت في الكومنت ان انت عايز تبدأ تحجز معانا مكان، وعلى طول هنرد عليك في التيم بتاعنا. باي.